الله سبحانه وتعالى نتمرت أقليد محمد السادس 2000 سيدي ربي. كاين واحد المجموعة ديال الإخوة الشرقية. في الحقيقة هاد الشهادات هذه اللي تنشوفوها كاملة اليوم في المنصة ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة المعاناة لكن أيضا غابة النضال. اليوم هاد المناسبة ديال قراءة النتائج ديال الانتخابات، هاد المناسبة أنا غنحاول ما أمكن أنني ندير القراءة ديالي من باب الحكامة في جوج ديال النقاط أساسية. النقطة الأولى اللي هي غيكون المجموع ديال ما تقدم به الزملاء الدراسة ديالها. أولا السادة المستشارين ديال الدواوين اللي هما الأطر خيرة الأطر ديال الحركة الشعبية واللي اليوم كنحيوهم تحية نضالية عالية. لماذا؟ لأنهم أحرقوا المشانق التي كانت ستعلق لهم، لأنه اليوم العرف داخل الحركة الشعبية هو أنه اللي اختلفنا معه خاصنا نطردوه ولكن خصنا نجوعوه باش يركع، بمعنى المساومة. حنا كأطر ما ساومناش باش ناخذوا هاد المناصب، حنا قبل ما نكونوا أطر ديال الحركة الشعبية أطر ديال الدولة المغربية، والمؤسسات خط أحمر بالنسبة لنا كأطر ما يمكن ليناش نفرطوا فيها. وبالتالي إلا كان ما تساومناش باش نكونوا هنا وجينا باش نخدموا بلادنا عن طريق هذا الحزب، فاليوم ما يساومنا حد على الخبز ديالنا باش اننا نقولوا داك الشيء اللي بغاونا هما نقولوه في عوض اللي نمشيو في التوجهات الحقيقيه اللي غادي فيها المغرب ديال الرياده الحمد لله تحت الرياده ديال صاحب الجلاله نصره. فكنقول انا بالنسبه لنا المساله ديال الحكامه هي اولا الا قرينا غير هاد التحالفات غنشوفوا ابسط محلل سياسي غيقول لك بانه التجربه المقبله الحكومه المقبله الحركه الشعبيه خارج الحكومه، لان كيف يعقل نتبجح بالمرتبه الخامسه ثم بعد ذلك نحصل على جهه واحده، وهذه الجهه حتى هذه الجهه كياخذها السيد الامين العام. واش بعنا المغرب كامل؟ بعنا المناضلين ديال المغرب كامل ديال المملكه بطولها وعرضها من اجل جهه واحده، وهذه الجهه ياخذها السيد الامين العام. والسيد الامين العام لم يكن خارج الشأن العام، لم يكن خارج الشأن العام، راه كان وزير. واش وزير بالله عليكم دابا هذا القطاع ديال الشباب والرياضه راه تعاملنا معاه بما يكفي من العبث. راه واحد المجموعه من الناس ما تعرفوش بان وزاره الشباب والرياضه راها ام الوزارات الحقيقيه، لان هي وزاره ديال الطفوله، وحتى الطفوله الجانحه هي مؤسسه ديال القطاع ديال الشباب ديال المراه ديال الرياضه، والرياضه قيم قبل ما تكون لعب. بالتالي واش امين عام على بعد 5 أشهر من الانتخابات ما عارفش راسو انه غيمشي للجهه، ما عارفش راسو غيترشح للجهه؟ لا يعقل، لا يعقل. راه هذا الشيء كيؤدي لواحد البلبله ولواحد العبث بالنسبه لنا مع تسيير الشأن العام. واش انا ما عرفتش راسي غادي نمشي للجهه ونترشح فيها ونخلي هذا القطاع نعطيه لشي وزير حركي، نقترح اسم اخر زعما لا سيما بعد الفضيحه التي طالت القطاع. هذا التدبير ديال الشأن العام هو جزء من لا حكامه، حتى لا استعمل كلمه اخرى لا حكامه، لان كاين لا حكامه في تدبير الشأن العام. تبتات الحركه الشعبيه للاسف في هذه الفتره ديال السيد الامين العام عن طريق التعامل مع الحركيين، تجويع، طرد، القهر، الترهيب، التخويف. الوجوه التي صنعت المؤتمر الثاني عشر السابق هي وجوه كلها راه كنستروا، حنا راه كنستروا بزاف المشاكل باش ما نخرجوهاش، راه كلها ما كاينش اللي ما مشاش للمحكمه ولا ما مشاش عند الضابطه القضائيه للاستماع ولا شي حاجه. راه واحد هذا الشيء هذا فعلا يندى له الجبين في 2015. واش واحد الوقيته الاحزاب كانت كتناضل باش الدوله توفي بالالتزامات ديالها؟ اليوم الدوله وفات بالالتزامات ديالها، الحمد لله كاين قضاء عادل لا يخشى وزيرا. القضيه ديالي الحمد لله نصفني القضاء اللهم لك الحمد، لان القضاء الاداري اليوم خدمنا من وجهه، وهو بالتالي كيرد لنا هذه الخدمه هذه. النضال ديالنا اليوم الاحزاب تخون، نحن لا يمكن حزبا اسسه الرعيل الاول اللي البكاي لهبيل ومن وقع
ديال الاستقلال ديال المغرب. العقد الاستقلال ديال المغرب وقعوا بيدو، واليوم نخونوا البلاد ديالنا، اليوم نخونوا هذا النضال هذا، ونوليو كنشردوا الناس وكنشردوا المناضلين، ونجيبوا في الانتخابات متعهدي مناسبات، حتى لا اقول اسما اخر، اللي ما هما لا يعني لا حركيين ولا حتى مناضلين، فقط متعهدي مناسبات من اجل مالهم الغامض فقط. في الحقيقه اليوم ما جيناش باش نتبكاو، حنا جينا لان عندنا عرض حقيقي، عرض سياسي حقيقي. حنا بغينا نقولوا بان هذا الحزب حنا ما كيخوفناش اننا نخرجوا من الحكومه نهائيا. حنا الا نخرجوا سيدي من الحكومه ونمشيو للمعارضه من غدا ما عندناش مشكل، ولكن نخرجوا من الباب الكبير، نخرجوا كمناضلين، ماشي نخرجوا لاننا تبهدلنا ولان ما بقاش عندنا بلاصتنا في المشهد. حنا مآمنين بالدور ديالنا، حنا ضد اغتصاب الخط الايديولوجي للحركه. الخط الايديولوجي للحركه يغتصب في كل لحظه وآن في هذه السنه الاخيره بشكل يسائلنا جميعا. حنا سيدي اليوم كنآمنوا بان الحزب اللي تاسس هذه 60 سنه رصيد لا مادي للمغاربه اجمعين، ويستحق هذا الرصيد ان يثمن وان يستثمر، ولن نغادر هذا الرصيد، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نفرط فيه. وبالتالي انا كنقول باننا حنا ندائي اليوم لجميع الحركيات والحركيين. يقول الامام مالك: طلاق المكره لا يجوز. الحركيات والحركيين اللي خرجوا من الحركه مقلقين وغضبانين، وخرجوا لانهم تعرضوا لواحد المجموعه ديال الممارسات. كنقول لكم رجعوا، والتصحيح ما كيخلعش، لان حنا ملي كنا خدامين معاهم في الادارات راه كنا تصحيحيين، لاننا كنا كنحاولوا نطعموا العمل ديالهم بالفكر الحركي الحقيقي. والتصحيحي هو الانسان اللي كيعتمد على الايديولوجيا وكيردها فكر، وذاك الفكر كيردو واقع. اليوم عندكم بلاصتكم كاملين، الحركيات والحركيين الشتات فين ما كانوا ومشاو لجميع الاحزاب. نداءنا اليوم باش انكم ترجعوا ان شاء الله باذن الله. الحركه الشعبيه شجره كبيره، ما غنخليوش واحد الوقيده هي اللي غادي تشعلها وغادي تحرقها. حنا يمكن لينا ان شاء الله باذن الله عن طريق التضامن ديالنا اليد في اليد اننا يمكن لينا نحققوا التغيير. ندائي للسيد الامين العام اضعه امام مسؤوليته التاريخيه، السيدات والساده اعضاء المكتب السياسي انهم على موعد مع التاريخ، يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم. السيد الرئيس المحجوب احرضان اناشدك ان تمارس صلاحيتك. السيد الرئيس، ان من صلاحيتك الاولى المحافظه على تماسك هذا الحزب الذي هو رصيد للمغاربه ولن نفرط فيه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.